هل سمعت عن اللحظة اللي القدس، واحدة من أقدس مدن العالم، سلمت مفاتيحها الخليفة؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. بعد انتصار المسلمين الساحق في اليرموك سنة 15 هجرياً، بدأ أبو عبيدة ابن الجراح حصار بيت المقدس آلية. الحصار استمر حوالي 4 شهور، وكان الروم بيدافعوا عن المدينة بكل قوتهم. لكن أهل القدس أدركوا إن خلاص مفيش مفر، وإن جيش المسلمين عمره ما هيرجع. البطريرك سفرونيوس اللي كان أكبر قائد ديني في المدينة قرر إنه يسلم، لكن كان عنده شرط واحد غريب ومفاجئ. سفرونيوس قال: مش هنسلم المفاتيح دي إلا لخليفة عمر ابن الخطاب بنفسه. كانت مواصفات عمر معروفة ليهم من نبوءات قديمة عندهم، وبالفعل بعت أبو عبيدة رسالة لخليفة عمر في المدينة المنورة يحكي له فيها اللي حصل. وهنا كانت اللحظة اللي غيرت مجرى التاريخ، لحظة اختبار إنساني قبل ما يكون سياسي. عمر بن الخطاب قرر يسافر بنفسه، بس إزاي؟ الخليفة اللي بتبوس الأرض اللي بيمشي عليها خرج في رحلة متواضعة جدا. خرج من المدينة مع خادمه على بعير واحد بس. هما الاتنين كانوا بيتناوبوا الركوب، مرة عمر يركب ومرة خادمه يركب. ومش بس كده، وصل عمر القدس والبعير كان من نصيب الخادم. حاول القادة المسلمين اللي استقبلوه زي أبو عبيدة وخالد بن الوليد إنه يركب، قالوا له ما يصحش إن خليفة المسلمين يدخل القدس ماشي في الوحل. لكن الفاروق رد عليهم بكلمة تهز القلوب، قال: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله به. ودخل عمر القدس ماشي، ثيابه فيها رقعة ورجله مليانة طين. البطريرك سفرونيوس لما شافه في هذا التواضع المهيب قال: هذا هو الفاتح الذي تنبأت به الكتب المقدسة. وبدأ عمر يكتب لأهل القدس العهدة العمرية الشهيرة، وكانت وثيقة للتسامح والعدالة، فيها الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، وأكد أنه لا تهدم كنائسهم ولا ينتقص منها شيئا، ضمانة كاملة للحرية الدينية والمدنية. في الربيع الأول سنة 16 هجريا، إبريل 637 ميلاديا. لكن القدر كان يخبئ له اختبارا أصعب، لحظة الصلاة. سفرانيوس عارض على عمر أنه يصلي داخل كنيسة القيامة، أقدس مكان عندهم، لكن عمر رفض. ورفضه ده كان قرار واحد كان كفيلا بتغيير مصير أمة بأكملها. قال: أخشى أن صلى المسلمون فيها بعدي يقول هنا صلى عمر فيتخذونها مسجدا. وابتعد عن الكنيسة وصلى خارجها في موضع بعيد عنها بمقدار رمية حجر. المكان ده بالذات هو اللي اتبنى فيه بعد كده مسجد عمر على بعد خطوة من الكنيسة. بهذا الموقف الإنساني والأخلاقي حفظ عمر بن الخطاب قدسية الكنيسة للمسيحيين للأبد. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.